يعني ايه صيام متقطع؟ يعني ان انا بقضي وقت من يومي، اشرب ميه، اشرب شاي، اشرب قهوه، بس باعتدال طبعا. اشرب ممكن اكل حته زبده لو انا مش عايزه اخس اثناء الصيام المتقطع. آه، المهم ما يبقاش فيه سعرات حراريه ترفع الانسولين وت... و... وتمنع هرمون النمو، لان احنا عايزين هرمون النمو. طيب، حتة الزبدة دي سعراتها ضعيفة جدا، كأن يعني الانسولين هيجي كده يروح خايف وراجع، يعني ما بتكسرش الصيام بالمعنى، بدليل يعني الابحاث بتقول، وانا كمان بقالي سنين كتير من ساعة ما خسيت باخد حتة الزبدة دي. طيب، انتوا بتسألوني يعني على الصيام الإسلامي، ان انا بكمل صيام متقطع، ازود بالتدريج. يعني انا قدرت اصوم صيام إسلامي يوم كامل، فده ممتاز. انا ما شربتش ولا كلت ولا اي حاجة. هل ينفع من اول يوم بصوم فيه صيام إسلامي ازود واخش على الصيام المتقطع؟ لا، كده انا بجهد جسمي، كده انا ما بخدعش عقلي. لازم اخدع عقلي. يعني بعد مثلا اسبوع من الصيام الاسلامي، او مثلا لو انا هصوم 5 ايام ورا بعض، او يوم الاثنين والخميس، ممكن صمت مثلا الاثنين، اجي التلات اصوم صيام متقطع في نفس ميعاد، وافطر في نفس ميعاد الصيام الاسلامي. انا بوهم جسمي ان انا ما بعملش حاجه، انا بوهم عقلي الباطن، لان رد فعل الجسم ممكن يتعبني، يجي لي صداع، يجي لي دوخه. ايمانك القوي بالصيام الصيام الاسلامي هو اللي بيخليكي تتحمليه، لانك انت عايزه تعملي حاجه عشان تاخدي عليها ثواب واجر عند ربنا. برضو نفس الحكايه، انا لازم اقنع عقلي ان ربنا سبحانه وتعالى حط لي الشفاء الذاتي الوحيد في الكون، وهقولها كررها كتير، ان مفيش علاج تاني ولا ادويه ولا مكملات غذائيه ممكن تشفي الانسان، ولا عمليات ولا اي حاجه، ممكن يتحسن بس، لكن شفاء كامل هو بالجوع. نسميه بقى صيام متقطع ما نسموهوش، المهم ان احنا عاوزين نوصل بالتدريج. يعني مثلا صمت اتنين وخميس صيام اسلامي، ممكن اصوم صيام متقطع الايام التانية، وامشي اسبوع بنفس المواعيد، وبعدين ابدا ازود نص ساعة، ازود ساعة بعد ما افطر. ممكن افطر لو انا عايزة اخس بفطر على مية، او آم، لو ما عنديش مشاكل في المعدة. بصوا يا جماعة، هو المشكلة ان انا ما بقدرش اعمم. ليه؟ لان المشاكل الصحية مختلفة. يعني انا ممكن اشرب مية بليمون، لكن لو حد عنده مثلا جرثومة معدة او قرحة في المعدة او التهابات في المعدة، مش هيقدر يشرب مية بليمون، فيشرب منقوع لبان الذكر او منقوع المستكة. انا شارحة كل حاجة على القناة والله. واللي بيقول لي انا بتوه ليه؟ ما انت عندك قوائم، سيبك من الفيديوهات. دي ايه التانية، مع اني برضو فيها فيديوهات طويلة شارحة فيها، اي فيديو طويلة بشرح فيه. انا قصدي على الاغاني يعني. فاحنا احنا دكاترة نفسنا. يعني انا بشوف نفسي حسب مشكلتي الصحية. عندي قولون مثلا، أنا قولوني أجرب الخضار تعبني. يعني أنا لما أكل حاجة واحدة واقعد شوية كده بتاع ساعة ولا حاجة ما حسيتش بحاجة، كده الأكل ده يتخش في القايمة في مرحلة الشفاء. أكل تعبني أركنه لغاية ما أشفى، لأن مفيش أكل بيتعب حد إلا إذا كان عنده مشكلة صحية. فاهمني؟ فانا امشي بالتدريج، بالتدريج. لازم نخدع جسمنا. هكتب لكم اسم الفيديو، اخدع جسمك وعقلك. لو ما خدعناش جسمنا بالتدريج مش هنوصل ان احنا بسهولة. انا جربت 16 ساعة مرة واحدة، تعبت فعلا، تعبت. ومنع سكر مرة واحدة، ومنع يعني كنت باكل بكول بس، مع اني باكل كربوهيدرات، يعني انا ما كنتش كيتو.
بس عشان ما حدش يقول لي انت كنت كده. فانا بقول لا، احنا نقلل بالتدريج، نقلل الاكل بالتدريج ونزود عدد ساعات الصيام بالتدريج. بنصوم صيام اسلامي، نفطر حسب وزننا بقى. يعني ما ينفعش مثلا وزني يبقى ضعيف جدا واوصل واعمل صيام متقطع طويل اللي هو يومين وثلاثه. اقصى حاجه في الوزن الضعيف قوي اللي هو ما عندوش كتله عضليه، اصوم 18 او 20 ساعه واثبت عليها فتره لغايه ما استرد شويه. اجي مثلا كل اسبوع اصوم 24 ساعه. انا كل اللي بقوله ده دلوقتي والله انا شرحاه بالتفصيل. انا ببقى مش عارفه ارد على التعليق كتابه، يعني كتابه هكتب كتير قوي، وانا نفسي ارد على التعليقات كلها. فانا اسهل لي ان انا اعمل لكم فيديو. اخدع عقلك، اخدع جسمك ان انت مش بتغير حاجة. بالطريقة دي هتخش في الصيام المتقطع او الجوع بمنتهى السهولة، وهتستمتعوا متعة مش هأوصفها لكم. راحة، الالتهابات هتروح من الجسم. اي مشكلة صحية بيقولوا لكم عليها مزمنة وملهاش علاج، علاجها في جسمك مهما كانت المشكلة. مفيش تصنيف للامراض المناعيه او المشاكل الصحيه في ان انا اعمل ايه. هو نوع الاكل بس حسب كل واحد، لكن الصيام المتقطع والوصول لمرحله الالتهام الذاتي الجميع شفاء لجميع الامراض. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمنا كده، وده عن تجربه شخصيه وابحاث علميه من مواقع غير ربحيه. واي دكتور او اي حد يقول لكم الست ما تصومش اكتر من 16 ساعه عشان هرموناتها، تقول له ليه؟ هو اللي مسؤول عن الهرمونات الكبد ولا الغدد؟ الكبد في الاصل. الكبد هو اللي بيدعم الغدة الكظرية والغدة الدرقية وكل الغدد اللي في الجسم بالفيتامينات ومعادن. احنا عندنا اكبر مصنع واكبر مخزن للفيتامينات ومعادن في جسمنا. ولما تجربوا بنفسكم الصيام الطويل هتعرفوا. طب انا جات لي منين؟ انا صايمه يومين وثلاثه، ازاي جالي طاقه؟ وازاي بصوا ببلع عليها عشان بعد الاكل بتاعي اقرف. هتشوفوا اعجاز، اعجاز. مش هتمسكوا كده في الصيام بايديكوا واسنانكم. الصيام المتقطع ليه بنقول متقطع؟ عشان بنشرب فيه بنقطعه حتت كده. هو ده العلاج الوحيد، والله ما في غيره، والله ما في علاج غير الجوع. بصوا، الصحة على أطراف الجوع والجمال على أطراف الألم. على أطراف الألم. شايفين الفلتر يا عيال؟ أو الفلتر أهو جميل أهو، قمر. شوفوا الفيديوهات على قائمة نصائح صحية وقائمة صيام متقطع، هتستفيدوا كتير. ولو عايزين تخسوا بتزودوا وتقللوا في عدد ساعات الصيام، ولو عايزين تثبتوا وزنكم بتاكلوا حتة زبدة. وهتعرفوا ازاي في نصايح صحية بقول لكم على طرق الأكل ازاي تبقى نتجنب أضرارها إلى أقصى درجة. أقول ايه؟ بس كده.